السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم متابعي قناتي وفي حلقة جديدة من حلقات ممثلين زمان ونجومنا الخالدين. الممثل مصطفى توفيق هو ممثل مصري بدأ مشواره الفني في بداية الثمانينات، وكان منتشر بشكل كبير في الأعمال الإذاعية والسهرات التلفزيونية والمسلسلات والمسرحيات وكمان الأفلام. الممثل مصطفى توفيق مرصود ليه أكتر من 140 عمل فني شارك فيهم، منهم دموع في عيون واقعة سنة 1980، ومسلسل أهلا أهلا بالسكان سنة 1984، ومسلسل علي الزيبق عام 1985، ومسلسل حكايات هو وهي عام 1985، ومسلسل رأفت الهجان سنة 1988، ومسلسل ليالي الحلمية في عام 1989. وشارك أيضا في مسلسل أنا وإنت وبابا في المشمش سنة 1989، ومسلسل اسمتي ونصيبي في عام 2001، ومسلسل قلب امرأة في عام 2007، وآخر مسلسل مرصود ليه هو مسلسل التالي في عام 2007. أما من المسرحيات اللي شارك فيها في عام 1985 كانت في مسرحية جحا يحكم المدينة، وفي 1987 مسرحية الصور والحرام. أما بعض الأفلام اللي شارك فيها عام 1981 كان فيلم مرسي فوق مرسي تحت، وفي 1984 فيلم مطلوب حيا أو ميتا، وفيلم الشقة من حق الزوجة كان في عام 1985، وشارك في فيلم سارق السيارات في عام 1986، وفيلم نوع من الرجال في عام 1988، وشارك أيضا في فيلم النيابة تطلب البراءة عام 1990، وله أيضا فيلم لعبة القتل عام 1994. الفنان الممثل المصري مصطفى توفيق للأسف لم يستدل على بيانات شخصية له، سواء تاريخ ميلاده أو هو على قيد الحياة متوفاه الله. الممثل المصري مصطفى توفيق وممثلين زمان ونجومنا الخالدين. أشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.